سبسكرايب. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كرة جزائرية، حيث نوافيكم بكل جديد عن أخبار الكرة الجزائرية. تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود اهتمام من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بخدمات الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي الحالي. الجدل أثير بعدما نشر الصحفي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نبيل جليت صورة لبلايلي مرتديا ألوان مارسيليا عبر حسابه على منصة إكس، وأرفقها بتعليق ساخر قال فيه: مارسيليا يضيع وقته مع نيمار. البرازيلي الوحيد الذي شاهدته في مونديال الأندية يوجد على بعد ساعة فقط، في إشارة إلى يوسف بلايلي. ورغم أن التغريدة لاقت تفاعلا واسعا، فإنها لم تستند إلى أي مصدر رسمي من داخل إدارة لوام، التي لم تبدي حتى الآن أي اهتمام فعلي بضم نجم الخضر. بالتالي فإن الحديث عن انتقال بلايلي إلى مارسيليا لا يعدو كونه اقتراحا عفويا من أحد الإعلاميين، بعيدا كل البعد عن مفاوضات رسمية أو رغبة فعلية من النادي الفرنسي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سبسكرايب.